معروفة ان انا بتاعت مشاكل، عارفة ده، متصالحة جدا مع نفسي، لان اي شركة هتكلمني عن اي منتج مش متسجل وزارة صحة او في شك 1% ان هو ممكن يضر الناس، مستحيل اتكلم عنه، مستحيل ارشحه لحد. طيب انا اساسا بعتمد في شغلي على النظام الغذائي، ممكن ندخل دواء مكمل غذائي، ممكن ندخل حسب الحالة ومش هنعتمد عليه طول الوقت. طيب انتوا شايفين قنبلة الابر اللي طالعة جديد بمختلف مسمياتها كويسة ولا لا؟ كويسة، بس لازم تتاخد تحت اشراف الطبيب وما تنفعش لكل الناس، وما ينفعش اروح اجيبها من نفسي. طيب هل في اسباب ممكن تمنع ان انا اخد الحقن دي؟ زي مثلا ان انا ما اقدرش على تكلفتها لانها مش رخيصة. تاني سبب، انا ممكن اكون بخاف من الحقن عادي جدا، او خايفة على صحتي منها، طبيعي جدا، ما انا بدخل جسمي حاجة فطبيعي ان انا خايف. طب هل ممكن اعمل حاجة تدي نفس مفعول الحقن من غير ما اخد حقن؟ طبعا. فكرة الحقن انها بتعتمد على هرمون اسمه GLB1، والهرمون ده بيسد الشهية وبيرفع الحرق. فانا هقول لك كده على كام خطوة نعملها هيعملوا نفس مفعول الحقن بالظبط. اول حاجة، احنا لازم نعتمد في اكلنا على الالياف. الالياف مش بس بتدي احساس بالشبع، لا، الالياف ليها فوائد كتير جدا. عشان ما اطولش عليكم هقول لكم زي ايه الالياف. زي بذور الشيا وبذور الكتان، هنجيب معلقه بذور شيا وننقعها مثلا في ازازه ميه كده صغيره يوم كامل، وبعد كده نشربها، يعني نبيتها يوم ونشربها اليوم التاني على مدار اليوم. او مثلا نحطها في كوبايه زبادي، نعملها بودنج مثلا مع كوبايه زبادي واي نوع فاكهه احنا حابينه، ناخده كده معانا في الشغل كسناك لو احنا جوعنا في وسط اليوم او في وسط النهار. تاني حاجة ممكن ندخلها أكلنا تسد معايا الشبع وهو البروتين. عايزاك تجرب كده، مثلا تجيب كرتونة بيض واقعد كل فيها. لو سلقتلك مثلا 20 بيضة تقدر تاكلهم؟ مستحيل. ليه؟ عشان البروتين بيدي إحساس بالشبع، بيسد الشهية. تعالى كل فرخة كاملة كده مستحيل تقدر تخلصها. ودي نفس فكرة هرمون GLB1. مش عايزة حد يقعد يقولي الاشاعات بتاعة البيض بيرفع الكوليسترول، لا نبعد عن مش عارفة ايه. عايزة اقولك ان اكتر حاجة بترفع الكوليسترول هي المقليات والسكريات. تمام. المقليات والسكريات اللي انت في وسط اليوم لما بتجوع ممكن تنزل تجيب حاجة مسكرة، حلويات، معدي تاكل سندوتش طعمية مقلية، ده اللي بيرفع الكوليسترول. تالت حاجة بقى وهي انك تدخل في اكلك الدهون الصحية. الدهون الصحية بتساعد على الشبع وبتسد الشهية بطريقة هايلة جدا. يعني عايزاك مثلا تجرب تعمل كوباية قهوة بزيت جوز الهند، او تدخل زيت الزيتون في اكلك، معلقة منه على الفول، على البيض، على الجبنة، بأي طريقة انت بتحبها، طبعا من غير تسخين. الدهون الصحية بتدي احساس بالشبع وبتسد الشهية لفترة طويلة. رابع حاجة بقى وهي انك تحسن صحة الجهاز الهضمي. مش عايزة اصدمك واقولك ان 80% من مناعتك موجودة في جهازك الهضمي. عارفين بنعيا ليه؟ عشان سوء التغذية بتاعتنا، واحنا ما بنحافظش على البكتيريا النافعة اللي هي جيشنا بتاعت المناعة. كتير مننا مش رابط العلاقة بين المناعة والجهاز الهضمي، بالعكس، جهازك الهضمي كويس مناعتك سليمة. عارفين ان في امراض مناعية مرتبطة بالجهاز الهضمي، مشاكل جلدية مرتبطة بالجهاز الهضمي، علاجها اننا نحافظ على اكلنا الصحي ونحافظ على صحة الجهاز الهضمي. عشان كده لازم ندخل جسمنا بكتيريا نافعة عن طريق البروبايوتيك. الموجود في ايه؟ في الزبادي، في الرايب، بعض انواع المخللات، والبري بايوتيك. هو في بروبايوتيك وبري بايوتيك. البروبايوتيك البكتيريا النافعة، البري بايوتيك الاكل اللي بيغذي البكتيريا النافعة. زي ايه؟ زي البصل، الثوم. عارفين الموز اللي احنا بنتريق عليه ونقول اللي لسه ما استواش؟ ده بري بايوتيك بيغذي البكتيريا النافعة، الموز الاخضر الرخم الناشف ده. وبعد كده لازم 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 تتحرك. مش بقولك روح جيم، مش بقولك روح اشترك معرفش فين، بس لازم تمشي، لازم تتحرك، لازم ما تبقاش كسول.
ما يبقاش شغلك طول اليوم قاعد على مكتب، وتيجي بالليل تبقى كم زهقان بقى خلاص عايز تفضل قاعد ساكت من كتر تعب الشغل. لا، لازم تتحرك ولازم تنام كويس. كل دي حاجات لو خليتها لايف ستايل ليك هتغنيك عن الحقن.